السلام عليكم الاخوان، تحيه المتابعين ومرحبا بكم معنا الاخوان. المهم الخوت تلاقينا هاد البركه في واحد القلوشه، دابا راه غادي نديو نبيعوها دابانيه مع حد الذهب دابا يطلع، غنديو نبيعوها اللي عنده شي ذهب يدي يبيعو في هاد الازمه دابانيه. راه الذهب طلع دابانيه. المهم الخوت كنا كنقلبوا على احجار النيازك، جميع المعادن، العمله المغربيه. المهم تلاقينا واحد الكلوشه، تلاقينا فيها هاد البركه. المهم الخوت راه حنا غادي نديوه، اجهر لكم في هاد البركه الخوت. ها انتم ذهب ولا ماشي ذهب؟ تبارك الله. السلام عليكم، مرحبا بكم اصدقاء. كما كتلاحظوا هذه واحد الحجره، هذا هو النيزك. اش بان لكم فيه اخوان؟ ما هو اختياركم في هاد النيازك. هيا شتو من محروقه ولا شتو قلتم؟ راه كتبان لكم بحال الشكل، بحال دايره بحال الفاخره، هنا اسود وكتكتب باللون القهوي، كتكتب بالقهوي. ولا بغيتو تعرفوها غتجيبوا شي جليجه بيضاء وغادي تكتبوا فيها وتشوفوا واش غتكتب لكم بالقهوي ولا بالكحل. ها هي كما كتلاحظوا الاخوان، هي هنا اسود هو بحفانة الطابلة. دول مرحبا بكم يا اخوان، تحية اصحاب النيازك، احجار كريمة، احجار نيازك لأنها جميلة جيدة. وسطى من محروقة ولا شتو قلتم؟ راه كتبان لكم بحال الشكل، بحال دايره بحال الفاخره، هنا اسود وكتكتب باللون القهوي، كتكتب بالقهوي. ولا بغيتو تعرفوها غتجيبوا شي جليجه بيضاء وغادي تكتبوا فيها وتشوفوا واش غتكتب لكم بالقهوي ولا بالكحل. ها هي كما كتلاحظوا الاخوان، هي هنا اسود هو بحفانة الطابلة. دول مرحبا بكم يا اخوان، تحية اصحاب النيازك، احجار كريمة، احجار نيازك لأنها جميلة جيدة. وسطى